مساء الخير، انا كريستين. لو اول مره تشوفوني لايك الفيديو واشتركوا القناه. النهارده هنعمل صوص الكراميل، من الصوصات اللي احنا بنحبها وطعمه حلو ومميز، وكمان بينفع في كذا حاجه، في الطرط، جاتوهات، في الحشو كمان، وينفع كمان على السينابون. في ناس بتحطه على الكيكه كده. يلا بينا نشوف المقادير. انا معايا كوبايتين سكر، معايا معلقه نشا كبيره، معلقه زبده كبيره، ونص كوبايه لبن. تمام، دي المقادير بتاعتنا. سهله خالص وبسيطه. طبعا في ناس بتحط جيلاتين، لا طبعا انا دي الطريقه الصحيحه بتاعه الكراميل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا هنا حاطه في صينيه الومنيوم كوبايتين السكر، وهحط عليهم ربع كوبايه ميه. انا عايزه ابل السكر بس، انا مش هحط ميه كتير، ربع كوبايه ميه او معلقتين كبار ميه ابل السكر. تمام. هنا حاطه في حله الومنيوم عشان اعرف اللون اللي انا وصلت له كويس، لون الكراميل، درجه الكراميل. الالومنيوم هيوضح لي الدرجه اكتر من الحله التيفال او السيراميك. تمام. هسيبه لغايه ما يبدا يتكرمل. اول ما يدخل في مرحله الكرمله انا عايزه اللون الغامق. هنا لسه شويه، هنا ينفع اقلبه مادام السكر بدأ يدوب. انا عايزه لون اغمق شويه. وبعد كده هوريكم اللون اللي انا عايزه اوصله، اللي هو اللون ده. تمام، انا عايزه اوصل للون ده. معلش التليفون اتقلب. للون ده. بعد كده هحط معلقه الزبده، معلقه زبده كبيره. الزبده مش مشكله تكون بدرجه حراره الغرفه او تطلعها من التلاجة، مش مشكله خالص. انا هنا سندها بالمعلقه وبلفها كده عشان تدوب من سخونيه الكراميل والصينيه. تمام. اول ما تختفي الزبده وتدوب خالص هنحط اللبن. اول ما تحطي اللبن هتلاقي الكراميل شمع شويه. برضو افضلي تقلبي لغايه ما اثر اللبن يروح خالص. تمام. هنا هحط اللبن، شايفين شمع ازاي الكراميل؟ هنفضل نقلب واللبن هيختفي والكراميل هيرجع زي ما هو. تمام. هنا بدأ الكراميل يرجع زي ما هو. معلقة النشا هدوبها في حوالي نص كوباية مية، هدوبها، او ربع كوبايه ميه لو عايزاه تجيل اتقل من اللي انا وريتهولك في اول الفيديو. تمام. هدوبها كويس وهقلب. بعد ما دوبت النشا في الميه وكبته على الكراميل هقلب. هتاخد غلوتين بالظبط وهطفي، يعني اللي هو اقل من دقيقه. طفيت عليه وحطيته في الطبق ده هو وسخن. شايفين البخار طالع منه؟ لسه هنستنى لما يبرد وبعد كده نحطه في التلاجة. تمام. هنستنى له لما يبرد وبعد كده نحطه في التلاجة. هنا برد بس لسه ما دخلتوش التلاجة، هنا برد خالص. هندخله التلاجة ساعة او نص ساعة وهوريكم شكله عامل ازاي. هنا زي ما وريته في اول الفيديو، بعد ما فضل ساعة في التلاجة، شايفين القوام؟ ده قوام الكراميل المظبوط. من الصوصات الحلوة خالص، اتمنى تجربوها واستنوني في فيديو جديد.